بص كده معايا الفيديو ده عشان انا مش هتشل لوحدي زي كل مرة، وسيبولي التعليق في الاخر لما تشوفوا الفيديو. يلا نشوف. نور هاني، ارجوك تختاري المكان اللي يستاهل. حاضر. في حاجه تانية عاوز اقولها لك بس مكسوف منك. اتفضل. انا خايف اتضرب منك. لا لا اتفضل. تمام ولا تعتبريني ان انا تجاوزت حدودي؟ اتفضل. ما شاء الله عليكي جميله جمال يخض. ربنا يخليك. والله العظيم جميله جمال واضح. من ربنا اول ما كده جبت وانا قلت ايه الجمال ده؟ مش معقول. فلو انا اسف. انا والله محترم وابن ناس مش قصدي عليك. انا عارفه بس أكيد. ده ما يمنعش انك جميله. ربنا يخليك. شكله ما شاء الله، جسم وكل حاجه. حضرتك مهذب برضه. عمال تقولي نورة هانم نورة هانم. أيوة، نورة لسه هانم. لسه على طول على طول. ايوه الجمال ده يتقال له نور هاني، من المقامات محفوظه يا نور هاني. ربنا يخليك. فربنا عجبتني الجمله صراحه. يا نور هاني، اعرفي انك ما شاء الله عليك، ربنا مديكي نعم حلوه، ذوق، ادب، اخلاق، جمال واضح. ده من على فكره ذوقك. بيركبوا بنات وستات حلوين بس مش بالشكل الصارخ. ربنا يخليك. لا مش الدرجات دي. لا والله ليه يا نور هاني ما عندكيش بنات في البيت؟ ربنا يخليك. شكرا لذوقك. ما شاء الله عليكي ما فيكيش غلطه. ربنا يخليك. سامحيني اذا كنت تجاوزت حدودي، بس كان لازم اقول لك الملاحظات. ربنا يوفقك يا نور هاني عشان تستاهلي كل الدنيا. اتفضل. مش هسأل تاني. متجوزة أو مرتبطة؟ لا ما ندخلش معاك. في حاجة غلط. إما حاجة من اتنين، إما إن الرجالة اتعمت، وإما إن نور هاني مش عاجبها حد. بالظبط. وأنا بميل للاحتمال التاني. بالظبط نور هاني مش كده. عاجبها حد، صح؟ بالظبط كده. تحليلي ده في منطقي يعني في محله؟ مظبوط. أنا قلت ربنا يبعت لك اللي يستاهل الحاجات الحلوة اللي فيكي دي. ان شاء الله. بس على الله هو يقدرها. لو ما قدرهاش يبقى محتاج يخش مستشفى الأمراض العقلية. مع احترامي لشخصها، بس طالما الفيديو طلع للعلن فلنا كلنا حق الرد وحق الرياكت على الفيديو، لان الموضوع بقى عام ما بقاش خاص. مبدئيا كده عندي كذا تعليق على الفيديو واللي نشر الفيديو واللي موجود في قلب الفيديو. وعندي سؤال لكل البنات، انتوا ليه بتتعاملوا مع المتحرش ان طالما الكلام عاجبكم وطالما شكله حلو وطالما معاه امكانيات فهو مش متحرش؟ هو يا دوبك شخص بيقولك شويه كلام حلو او بيقولك شويه كلام نفسك تسمعيه، اي حاجه. انما لو شكله وحش او معهوش اي ماديات او امكانيات بتقول عليه متحرش. ليه بقى؟ وزي ما انتوا سمعتوا في الفيديو، الراجل عمال يتغزل فيها وهي سايباه، وعمال يقول فيها كلام حلو وهي سايباه، وعمال يقلل من نفسه ومن كرامته ومن كلمة رجولة وفحولة علشان يتغزل فيها، وهي طلقاله الحبل وسايباه يعمل كل اللي هو عاوزه ويقول كل اللي هو عاوزه. ليه؟ ما هو بيقول كلام حلو بيعجب ودانها، بيتغزل فيها ويعني بيحسسها ان هي حاجة. طالما قاعد بيتكلم عليا كلام حلو، لا اشبع غارستي يا ولا، لا قول كلام حلو كمان يا ولا، اصل انا بحب اسمع الكلام الحلو. في زنا ودان. وبعدين خد يلا تعالى هنا، يلا خد يلا تعالى يلا. هو ايه اللي يا اما كل الرجاله اتعمت يا اما انت مش عاجبك حد؟ هو انت من بتوع متدوقين صوابع رجلك يا ملكه ولا ايه؟ مش فاهم. البنت دي كان المفروض لو هي مش هقول محترمه، بس لو هي سويه نفسيا كانت هتقفل على الموضوع. انت راجل دلوقتي غريب بيتكلم معاكي وعمال بيتغزل فيكي، بيتحرش بيكي تحرش لفظي وانت على هواكي. اصل حضرتك انا هو مش هيتكلم معاكي لا في البخاري ولا في رسائل بولس، هو يا دوب بيجر ناعم علشان يشبع غريزته ويحسس نفسه ان هو برنس وبيعكس في واحده وبيفرغ طاقته العاطفيه على اي بنوته ماشيه في الشارع كده، اي حاجه فيها الروح. طب ما هو من باب اولى يا تقول الكلام ده لاختك، لامك، لمراتك اللي مستحملينك بالعافيه يا نطع. ما تقول الكلام الحلو ده ليهم، ما توفروا يا جماعه الكلام الحلو ده للي يسوى بجد. انتوا ليه بتطلعوا اي حاجه ببلاش كده وحد لاقي؟ ولو حصل والراجل كلمك في موضوع بينصحك نصيحة دينية أو أخلاقية أو حياتية لمشكلة سمعها بالغلط فقال يقول رأيه في الموضوع، ماشي، إنما ما يفضلش يستحلى الكلام في الموضوع. يعني أنت سمعت الإجابة وسمعت الحل، خلاص شكرا متشكرة جدا لك، كمل طريقك أو امشي بقى بعيد عني بقى. أنت مش قلت اللي عندك يا حبيبي؟ واقف ليه؟ واقف ليه؟ للأسف يا عزيزي ويا عزيزتي، الراجل ده لو متزوج فهو راجل خاين، ولو مش متزوج فهو إنسان مش محترم. هتقولي هو عشان قال كلمتين حلوين لواحدة، مجرد واحدة كده يبقى إنسان مش محترم؟ هقولك الراجل ده خان رجولته، خان دينه، خان جماعته اللي هما مين؟ إخواته أو أمه أو مراته اللي بيشحتوا الكلمة الحلوة منه. مش كفاية ان هم مستحملينك؟ واخيرا وليس اخرا، مستني ايه من واحدة عاملة الحجاب بالطريقة دي؟
هم لغوا الرقبه من العورات يا جماعه، ولا انا بيتهيألي ولا ايه؟ مش فاهم. هو الحجاب بقى موضه؟ بقيتي بتغطي الكحكه بس؟ ده كده الحجاب؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم ربنا قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. العلماء اختلفوا الجيوب دي اللي هي انهي، فتحه الرقبه اللي هي السبعه دي، فتحه الصدر دي، ولا الجيب اللي هو اللي تحت؟ انت بقى بسم الله ما شاء الله مداريه بالتوكه. انا مش فاهمكم يا بنات، انتوا ايه الانحطاط اللي انتوا بتوصلوا له ده؟ عمالين واحده واحده تبينوا في حته من جسمكم، تبينوا في حته من جسمكم، بترجعوا للجواري اللي بيستعرضوا نفسهم علشان يجيبوا ذكر، ها ذكر كويس او بيريل عليها، ايا كان بقى حالته الماديه، احسن من واحد تاني برضه اعجب بيها باللي هي عاملاه ده، واللي هي مبينه لنفسها كسلعه رخيصه اي حد بيبص عليها، اللي رايح واللي جاي بيبص عليها وبيفصصها. بجد ليه بتسترخصوا نفسكم؟ فين حياء ستنا مريم؟ فين يا اخي؟ ده انا بقول لك حياء، حياء مش جسم، حياء يعني بتتكسف تتكلم مع حد غريب، ولا اكمنكم عاوزين الناس تبصلكوا وتدوكوا اهتمام ايه ده بيبصلي؟ ده انا حلوه قوي، ايه ده بيبصولي؟ ما انا ملكه متواجده، ايه ده بيبصولي؟ ايوه كده ادوني اهتمام، شبعوا غريزتي في ان انا احس بوجودي، على اساس يعني ان الناس لما تبص لها كده وتفصصها من فوقها لتحتها كحته لحمه رخيصه، هتبقى كده الناس مهتميه بيها، او كده هي هتحس بانوثتها وقيمتها في المجتمع لما تبتدي تعرض جسمها. انتوا ايه بتحنوا للجواري؟ شكلكم كده بتحنوا للجواري. هتقولي ازاي؟ ما الجواري كانوا بيعملوا نفس اللي انتوا بتعملوه. بجد والله؟ بجد والله كانوا بيعملوا نفس اللي البنات في الجيل ده بيعملوه دلوقتي. واخيرا وليس اخرا، يا ريت يا جماعه تخلوا بالكم من نفسكم، وتخلوا بالكم من ولادكم، وتربوهم تربيه صح، تربوهم على الانوثه كبنات، وتربوهم على الرجوله كرجاله. تخلوش الاشكال الغريبه دي تبقى موجوده في مجتمعنا، عشان انا حاسس ان خلاص المسيح الدجال اول ما هيطلع هيقول لك ايه ده؟ ايه الناس اللي انا طلعت فيهم دول؟ اشهد ان لا اله الا الله. ايه ده يا جدعان اللي انتوا بتعملوه ده؟ تنساش بقى تديني الفولو وتديني اللايك بتاعك، وتقول لي رايك في الكومنتات على الموضوع ده بجد، لان انا يهمني اسمع رايك. وسلام.